6 اكتوبر هذا الموسم للنادي الاهلي. يحاول يمر، وادي احمد الاحمر صاحب المهاره ينهي العباره. احمد الاحمر الابيض الذهبي الاحمر الناري يقلص الفرق 3 اهداف، وادي هجوم سريع لكن في رميه حره. هنشوف القرار ايه. ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين. عمر ياسين ياخد ايقاف دقيقتين. 14-11. النهارده القرعه للاولمبياد لريو دي جانيرو زي ما قال لنا كابتن مروان رجب. تمرير في ايقاف. تمرير في الخط الخلفي للنادي الاهلي. يلعب الكرة على الدايره لكن تتقطع كويس قوي ويدي فرصه، اتاحه فرصه. الاحمر يقلص الفارق، يبقى الوقت المستقطع استفاد منه نادي الزمالك، استفاد. 14-12. 14-12. يلعب الكرة لطه اللي عايز يصوب لكن يروح على طول. حلوة في الجناح. بكار يرجع بيها مرة تانية. يرجع عايز يلعب الكرة على الدايرة ويصوب، والاخطبوط شال الكرة لكن رمية جزائية. حسام معتمد هنا بيقول له ايه؟ بيقول له انت لامس في دفاع من جوه. بيكلم كريم هنداوي. النهارده يوم رياضي على قناة صدى البلد، مفيش كلام. بعد المباراة هيبقى في مباراة الأهلي والزمالك في نصف كأس مصر لكرة الطايرة، بس هيبقى للكرة الطايرة النهارده استوديو التحليل الساعة 6 مساء بإذن الله مع الكابتن شوبير وكابتن ماجد مصطفى والكابتن هاني عبد الحميد للتحليل على المباراة، التعليق للعميد محمد فرج إن شاء الله. الجوكر للرمية الجزائية هاني هشام يتصدى. لا قلت لحضراتكم مباراة كاس 23 دقيقة 45 ثانية. مباراة كاس، والكاس يحبوا الناس، مفيش كلام، كلها بتبقى حماس. هاني هشام خد افضل حارس في بطولة العالم للشباب في المجر مع دكتور كريم مراد، وعمل مباراتين خد افضل مان اوف ذا ماتش، مباراة السويد مباراة فرنسا. خد افضل حارس مان اوف ذا ماتش في المباراتين دول. يحاول 14 الاهلي 12 الزمالك. يحاول يمر، ياخد رمية حرة. مصطفى صادق. دونجل احد اللاعبين اللي حصلوا على بطولة الاولمبياد للناشئين. اذا بلعب سلبي. احمد الاحمر يقدر يعدي، صاحب المهارة لكن تيجي في القائم، وهجوم خاطف للنادي الاهلي ويحرز الهدف. 15 الاهلي. وادي الاحمر يلعب الكرة، عايز يلعب الكرة ماير لكن ياخد رمية حر. الكرة اللي فاتت تصويبة كانت قوية من الاحمر لكن جت في القائم. هاشم هتلر بياخد مأمورية الدفاع دايما، يقابل احمد الاحمر بره شوية. رامي يوسف يقطع من الجناح الشمال. مجموعة من الخبرات للزمالك في الملعب. مصطفى يلعب لأحمد الأحمر في الباك اليمين، يصوب من بعيد، والسيد محمد السيد بالتأكيد يتصدى للكورة، وكابتن طارق محروس بيقول له على مهلك. طبعا أبو العطا
باك شمال عبد الرحمن، تمرير في الخط الخلفي، الورقه الرابحه للنادي الاهلي. عبد الرحمن في الباك الشمال الى الان مع ممدوح طه. عبد الرحمن تقاطع في الخط الخلفي، فايز يلعب الكرة من اليمين للشمال، لكن لازم يشوط على المرمى. اوه عمل فاول مهاجم، فاول مهاجم. بص ايمن صلاح عايز الكرة تنقل بسرعة، تتنقل على طول لمصطفى، السرعة لماير لريشة، يحاول يعدي يلعب الكرة الاحمر. الاهلي عامل مباراة كبيرة، الاهلي عامل مباراة كبيرة، مفيش كلام. الزمالك بيحاول يقرب المسافات دلوقتي، لكن الاهلي عامل مباراة كبيرة فعلا. النهارده في ورقتين رابحتين، ممدوح طه وعبد الرحمن، واعطي تصويبه لكن ياخد رمية حر. عبد الرحمن اللي اتنقل من نادي 6 اكتوبر هذا الموسم، مواليد 96، بيدفع بيه طارق محروس، بيدفع بيه طارق محروس النهارده. قوة الخط الخلفي، احرز 4 اهداف. حسن يسري، ممدوح يطلع من على الدايرة، عايز يلعب الكرة لماير لكن ياخد رمية حرة. ماير المصري بيقف قدامه، دفاع 6-0، وبيقابل احمد الاحمر بره، وادي الاحمر يدخل حلوة لكن ياخد رمية جزائية، ياخد رمية جزائية. مفيش كلام، احمد الاحمر صاحب مهارات، بيقدر يعدي بيقدر يخترق، ولكن دفاع النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بيقابل احمد الاحمر بره. محسن للرميه الجزائيه، مباراه فرديه هو والسيد، مين هيبقى فيها؟ السيد، هو السيد في الكوره دي للنادي الاهلي، سيد محمد السيد، ويبقى الوضع كما هو عليه، فرق 3 اهداف لصالح النادي الاهلي. الشوط الاول وقت مستقطع بياخده كابتن طارق محروس للنادي الاهلي. ليه؟ عشان يشوف بقى هينهي الدقايق المتبقيه ازاي، هيقول ايه، عايز يطلع بالفرق ازاي. في المقابل كابتن ايمن صلاح هيشوف ازاي يقلص الفارق، الابيض والاحمر، الاحمر والابيض. مباراه في نهائي كاس مصر، والقناه هي صدى البلد 2. تمام، احنا كنا اوسع، انتوا عايزين نركز شويه. اجيال كبيره مرت في مصر ما بين الجزيره والاولمبي وسبورتنج. تمام، مفيش كلام. من ضمن الاجيال اللي لعبت، واول منتخب كان لعب احنا لازم نفتح سنه حتى لو الصوت لمنتخب مصر، مفيش كلام. اوكي، انما عموما لا احنا مش جايبين، انا كده جايب المباراه مباراه كاس لا تحسم الا في نهايه الشوط الثاني، لا تحسم. هنشوف بقى ايه اللي اداه كابتن طارق محروس. كابتن مروان رجب قال لي النهارده هتبقى القرعه في اولمبياد ريو دي جانيرو اللي اتاهل ليها منتخب مصر للرجال بعد بطوله الامم الافريقيه. النهارده القرعه طبعا كابتن محمد سمير وكابتن تامر فكري بيحضروا هناك البروفا لريو دي جانيرو. تخطى في الخط الخلفي، عبد الرحمن يلعب الكره لكن يقطعها كويس قوي هاشم، تتنقل على طول هجوم خاطف، هجوم خاطف، وفي ايقاف مؤقت لمده دقيقتين لمحمد ابراهيم، ايقاف مؤقت. قايم هاشم 15-12 لصالح النادي الاهلي.
احمد الاحمر، دونجل مواليد 92، تمرير في الخط الخلفي. ماير خد الباك الشمال، اذا هيلعب باثنين يمتازوا بالاختراقات، والثالث طبعا هو احمد الاحمر. ودي حلوه، فاول مهاجم. دفاع جيد من فايز، والمصري تتنقل على طول للنادي الاهلي. هجوم خاطف، وهتلر يحرز الهدف. هتلر يحرز الهدف. 4 أهداف فارق للاحمر على الابيض. 16-12، 16-12. ريشه رجع في الباك الشمال، دونجل للاحمر، عايز يلعب الكره لريشه، يلعبها حلوه قوي قوي لرامي. اوه، سيد محمد السيد يشيل كره مهمه جدا للنادي الاهلي. 16-12. طه 16-12. الكرة اللي فاتت كانت آخر الكرات في الشوط الأول. عموما نطير سريعا إلى الاستوديو التحليلي والكابتن أحمد شوبير وضيوف الكرام كابتن أحمد العطار والكابتن خالد العوضي. فإليك الكلمة كابتن أحمد شوبير، فلتتفضل. بعض جماهير النادي الاهلي بتبعت لي بتقول بنخاف الشوط الاول بنبقى افضل دائما وابدا، نتفوق بفارق اكبر من الاهداف، لكنه الشوط الثاني بتتغير النتيجه الى فوز للنادي الزمالك. شايف ان الدنيا ماشيه ازاي؟ بص، طبعا كلام حضرتك صح كله 100%. شايف ان النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته جدا. ده النادي الاهلي احنا عارفينه، ده اسلوب لعب النادي الاهلي احنا عارفينه. تألق سيد محمد حراسه المرمى عليها عامل قوي جدا في حراسه المرمى. بالتالي بالعكس على طول نلاقي كريم هنداوي قدامه خرج من تركيزه بدري جدا في المباراه، لكن سيد محمد دي جانيرو. هنبدا الشوط الثاني. النادي الاهلي على يمنا ابو العطا في الباك الشمال. 16-12. بكار في الجناح الشمال، عبد الرحمن كصانع العاب، واعتقد عشان يزود على الدايره، ولكن النادي الاهلي بعد 54 ثانيه هيكتمل، عنده نقص عددي من الشوط الاول. ابو العطا يلعب الكره، بكار، طه، فايز يلعب كرة حلوة. لعب الكرة حلوة 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 بالرغم من نقص العدد، لكن تمريرة رائعة، تناغم حركي ايقاعي ما بين الخط الخلفي والخط الامامي. تمريرة من فايز لعبد الرحمن يستغلها كويس قوي ويحرز الهدف. 17-12. احمد الاحمر يلعب الكرة على الدايرة، تتقطع تروح للنادي الاهلي. السرعة للاحمر وتميز، وفايز وهيصوب، وهاني هشام للمصري اللي بياخد الكرة وياخد رمية جزائية، وياخد رمية جزائية النادي الاهلي. تصدى هاني هشام للكرة لكن ياخد رمية جزائية. هنشوف مين اللي هيشوط الرمية الجزائية. محمد ابراهيم للرمية الجزائية. هاني هشام يهوش ويلعب الكرة بره المرمى، يلعب الكرة بره المرمى خالص. تتنقل على طول وتصويبة بقوة، وتصويبة بقوة. بيرد هنا بقى استغلال جيد للكرة من نادي الزمالك، بالرغم من الكرة ما حرز هدف النادي الاهلي، على طول انتقلت لنادي الزمالك ويحرز الهدف. 17-13 يقلص الفارق الى 4 أهداف. تمرير في الخط الخلفي، ابو العطا، طه يحاول يعدي، تقاطع، تتقطع لهاشم اللي بياخد الكرة الاحمر. اخطاء، ولكن الاحمر يحرز الهدف، يحرز الهدف. احمد الاحمر يحرز، عملها كويس قوي. دقيقتين 24 ثانية قدام حضراتكم، تقلص الفارق ل3 أهداف. تمرير
للنادي الاهلي. ابو العطا اكتمل النادي الاهلي، يلعب لعبد الرحمن، يرجع مره ثانيه طه يحاول يعدي لعطا، يلعب الكره من وراه لعبد الرحمن وهيصوب ولكن هاني هشام في الزمان والمكان لنادي الزمالك، شال الكره كويس قوي، تتنقل على طول. كريم ايمن يحاول يلعب لدونجل، لاعب مهاري الاحمر، دونجل يطلع محسن من الجناح الشمال، يقطع على الدايره عشان يعمل زياده عدديه، يسيب الكره من وراه كويس قوي، وايقاف دقيقتين بياخدوا المصري، ايقاف دقيقتين خارج المصري. طلع كده في الدفاع وبالتالي بياخد ايقاف دقيقتين المصري. هاشم بيطمن، قام مصطفى، قام يلعب على طول، هاشم يلعب الكوره، تمرير في الخط الخلفي لنادي الزمالك، تقاطع يسيب للاحمر، حلوه لكريم ايمن لكن يرجع، عمل تغطيه دفاع كويس قوي هنا رغم ان في نقص عدد، لكن الاهلي قافل الدفاعات، يحاول يمر لكن ياخد رميه حره، يلعب مره ثانيه هاشم الكره، بيقابل لكن يرجع بيها تاني، عايز يعدي كريم، يلعب الكره على الدايره، بيقطعها عبد الرحمن كويس بالرغم من نقص العدد، لان الاهلي قافل الزوايا، ولكن دونجول يلعب الكره من الثبات حلوه قوي، والحكم بيرفع لعب سلبي. دونجول لعبها كويس قوي، يقلص الفارق لنادي الزمالك بفرق هدفين. دونجول انتقل من نادي هليوبلس الى نادي الزمالك مواليد 92، نقص عدد للنادي الاهلي، يلعب عبد الرحمن لبكار، تقاطع وتصويبه وحائط صد بقوه من محمد ممدوح هاشم. تمرير في الخط الخلفي، عدى كويس قوي عطا للنادي الاهلي لكن ياخد رميه حره، عايز يعدي كده عطا اذانا بلعب سلبي، عايز يصوب ويصوب بقوه، وهاني هشام يتصدى الكره في الزاويه، تتنقل على طول عمر ياسين، يلعب الكره اللي بياخد مأموريه دفاعيه وبيغير في الهجوم. تتنقل على طول لدونجل للاحمر، يصوب الاحمر لكن تيجي نزل كويس قوي سيد محمد السيد ورميه مرمى. تتنقل على طول للنادي الاهلي اللي عايز يعمل هجوم خاطف، طه يلعب الكوره ميس باس تروح سهله لهاني هشام، الهجوم المعاكس، السرعه اعزائي المشاهدين والقناه سادة البلد، والمباراه نهائي كاس مصر. لا كرة حلوة قوي، هات خد سرعة يمين، كانت هدف مؤكد للنادي الأهلي لكن تتنقل لرمية جزائية. مباراة سريعة وقوية مفيش كلام. الأحمر سيد محمد السيد، مباراة فردية ما بين الأحمر وما بين سيد، مين ياخد المباراة الفردية اللي لصالحه؟ ويحرز أحمد الأحمر لنادي الزمالك على يمين سيد محمد السيد، يقلص الفارق لهدف. سبحان مغير الأحوال من حال لحال. النادي الأهلي أحرز هدف واحد في الشوط الثاني إلى الآن، الهدف رقم 17. نادي الزمالك أحرز 4 أهداف إلى الآن. تمرير في الخط الخلفي، يلعب الكورة فايز لعبد عطا، حلوة رمي الجانب، عدى حلوة قوي عطا لكن حائط صد من عمر ياسين وهاشم، اتنقل رمي الجانب.
فايز، طه، عطا، الجوكر عبد الوارث، تتلعب تروح سهله لنادي الزمالك، تتنقل مره ثانيه لعمر ياسين، الهجوم الخاطف لنادي الزمالك. مصطفى يقدر يصوب، مصطفى ويحرز التعادل لنادي الزمالك بعد 7 دقائق 39 ثانيه، وقت مستقطع بيطلبه كابتن طارق محروس طبعا، لانه الفرق كان 4 اهداف للنادي الاهلي. تغير الوضع في 7 دقائق، اصبح هنا النادي الاهلي بعد ما كان متقدم بقى متعادل. ولكن عموما المباراه زي ما قلت لحضراتكم هي مباراه كاس، الكاس الموسم الماضي حصل عليه نادي هليوبلس، الموسم قبل الماضي حصل عليه النادي الاهلي، اكتر من مره كانت من عام 78 79 حصل نادي الزمالك على البطوله، 79 80 حصل نادي الزمالك على البطوله، 80 81 حصل الزمالك على البطوله. ولكن بوجه عام وبالارقام الفرقتين لهم عدد من البطولات، 50 بطوله ليد الزمالك، 40 بطوله ليد الاهلي، 16 دوري مصري للزمالك، 18 دوري مصري للنادي الاهلي، 11 كاس مصر لنادي الزمالك، 7 كاس مصر لنادي الاهلي، 6 كاس سوبر المصري لنادي الزمالك، 2 كاس سوبر للنادي الاهلي، 7 دوري ابطال افريقيا لنادي الزمالك، 4 دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، 4 كاس افريقيا لابطال الكؤوس للنادي الزمالك، و4 كاس سوبر افريقي، و1 كاس سوبر للنادي الاهلي، 5 بطولة عربية ابطال دوري النادي الاهلي، و3 بطولة عربية ابطال كاس للنادي الاهلي. فضية كاس العالم للاندية، وادي كرة حلوة على الدايرة، يحرز الهدف للنادي الاهلي. يبقى الوقت المستقطع افاد النادي الاهلي 18 للنادي الاهلي، 17 لنادي الزمالك، 8 دقائق 19 ثانية. عدل الاوضاع طارق محروس بعد الوقت المستقطع اللي طلبه. تمرير تقاطع في الخط الخلفي، مصطفى يلعب للاحمر اللي جه على مركز صانع الالعاب، يلعب الكرة فاول مهاجم، مظبوط مظبوط مظبوط، فاول مهاجم حسام معتمد، قرار مظبوط 100%، قرار مظبوط 100% على كريم ايمن. ان شاء الله هيحكموا بطولة العالم للجامعات في مالاغا في اسبانيا هذا الطاقم الدولي، حسام معتمد وعلاء حسن. هذه الكرة في الإعادة مظبوط، جابها لنا عظيمة مخرجنا في هذا اللقاء محمد عبد العظيم. بيوقف في الملعب، النادي الأهلي مشواره كان في البطولة بدأ من دور ال16 لأنه كان وصيف البطولة السابقة، فاز على نادي 6 أكتوبر 42-30. في دور الثمانية تغلب على نادي الجزيرة 23-17. في نصف النهائي فاز على نادي سموحة 28-24. نادي الزمالك دور ال 32 سحب البنك الأهلي أمام نادي الزمالك. في دور ال16 فاز نادي الزمالك على نادي سبورتنج 29-24. وفي دور الثمانية فاز على طلائع الجيش 29-24. ثم في نصف النهائي فاز على نادي هليوبلس 24-22. 18 الأهلي 17 الزمالك. الشوط الثاني نهائي كأس مصر موسم 2015-2016. أبو العطاء تقاطع، يسيب لطه اللي يلعب الكرة كويس قوي، لكن تروح لبكار، قفل عليه احمد الاحمر.
طريقه التصويب عبد الوارث يا الجوكر عبد الوارث عملها حلوه قوي قوي. محمد عبد الوارث احد الحلول للنادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني. الجوكر عبد الوارث، تمرير دونجل هاشم، مباراة قوية ما بين الابيض والاحمر، الاحمر والابيض، نهائي كاس مصر. كريم ايمن يحاول دونجل يعدي لكن تغطية دفاعية من هتلر. محمد رمضان يلعب مرة ثانية الاحمر، دونجل يعدي كويس قوي، يعدي كويس قوي، عملها كويس قوي وعدى كويس دونجل، يخلص الفارق 19 18 11 دقيقة 30 ثانية هنا في الإعادة. مخرجنا محمد عبد العظيم بيجيب لنا الكور المهمة قوي. تمرير خط الخلفي، عطا يلعب لعبد الوارث وطه من الثبات ويتصدى كويس قوي هاني هشام للكره اللي فاتت. بيقول له العب الكره من بره 6 متر، صح، لانه هو لامس خط 6 متر وبقت فاول مهاجم عليه وهو بيستلم الكره لما اتردت من هاني هشام عبد الرحمن. تسعتاشر 18 الكرة في الإعادة مظبوط، وادي هدف لنادي الزمالك ليتعادل 19 19 19 19. يحاول يمر عبد الوارث، يلعب لبكار لعبد الوارث اللي يصوب. ادي الكرة تخطى الخط الخلفي، ادي التصويبة بتاعت هاشم في الهدف اللي فات اللي فيه هدف التعادل. بنتابع حضراتكم من صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية. وادي الكرة حلوة، عمل خداع حلوة قوي، الحلوة هنقول عليه حلو. ممدوح طه عمل حاجة حلوة، جه من اليمين عمل شبنجل دفاع يطلع فوق يسيب الكرة، ياخد الكرة منين؟ من اليمين، يلعب الكرة على هاني هشام ويحرز للنادي الاهلي 20 19. اهو الكرة في الاعادة، ده دفاع بنقول عليه اهو متقدم على طه، لكن عملها حلوة قوي هنا. بص شاط الكرة منين؟ جه من الباك اليمين للباك الشمال، خداع علي العل من ممدوح طه. 20 الاهلي 19 الزمالك. يلعب الكرة المصري يعمل تغطية دفاعية وعلى الارض ان شاء الله يقوم سليم. علاء حسن بينبه الاثنين. بورسعيد حصلت على كاس مصر عام 87 88 و89 90. تمرير في الخط الخلفي، يحاول يعدي كريم ايمن، يلعب لدونجل اللي يسيب الكرة من ورا احمد الاحمر، بيقابله هتلر ويعدي هتلر وياخد رمية جزائية. دفاع من داخل ال6 متر، دفاع من داخل ال6 متر. 20 19 لصالح النادي الاهلي. الحكم يوقف الملعب، يعني وقف الوقت. احمد الاحمر الرمية الجزائية، نازل علي الاحمر وعلي يهوش الاحمر ويصوب ويتعادل لنادي الزمالك. لا لا لا، مباراة حماسية، مباراة قوية، مفيش كلام مفيش كلام. هدف لهدف، بالرغم ان النادي الاهلي انا الشوط الاول لصالحه بفرق 4 اهداف 16 12. ادي الكرة في الاعادة،
على يمين علي، تمرير في الخط الخلفي، تقاطع، ينزل، حلوه 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 عبد الوارث، حلوه حلوه، بيطلع كده وينزل بالكرة ويجي ويحرز الهدف للنادي الاهلي. يتقدم النادي الاهلي 21-20. انذار للكابتن طارق محروس. شايب بودي قام يسخن للنادي الاهلي. ادي الكرة اهي لعبد الوارث، عملها كويس قوي، خداع حركي في اتجاه امامي، يطلع ويسيب الكرة وينزل ياخدها. طبعا مفيش تغطية دفاعية، بقى في فراغات دفاعية يقدر يخترق بيها ويحرز للنادي الاهلي. نادي الزمالك يبحث عن التعادل، وعدى كويس كريم ايمن، عدى كويس قوي كريم. يتعادل نادي الزمالك 21-21. لا لا لا، هدف لهدف، قوة لقوة، سرعة لسرعة، مهارة لمهارة، إثارة لإثارة، والخنس هذا البلد تو. مباراة نهائي كأس مصر. تقاطع في الخط الخلفي، عبد الوارث، عبد الوارث يتقدم للنادي الاهلي، يتقدم للنادي الاهلي، والسرعه، اوه، ميم سين قاف، مهاره، سرعه، قوه، عنوان مباراه اليوم مشاهدينا الكرام، وخصوصا مع الشوط الثاني. شكل ثاني اللقاء، شكل ثاني، عملها حلوه قوي قوي من الجناح اليمين. ادي الكره اللي اتصوبت من عبد الوارث، الهدف للنادي الاهلي، ونقلها على طول نادي الزمالك في الهجمه السريعه. اهو احمد الاحمر في الاعاده، لعب الكره حلوه قوي لمصطفى، تقاطع، طه ينزل بالكره ويصوب، وهاني هشام يتصدى، ولكن رميه جزائيه. طمن عليه بكل روح رياضيه ممدوح طه. المباراه بقت سريعه، المباراه بقت قويه. نهائي كاس مصر، اهي الكره اهي في الاعاده، عدى كويس قوي هاني، لكن فعلا في دفاع من مصطفى. مباراه، واو، هاني هشام، هاني هشام يشيل الكره نادي الزمالك من عبد الوارث. الاثنين لعبوا مع بعض في بطوله العالم للشباب في المجر مع دكتور كريم مراد. شالها كويس قوي هاني هشام. تمرير في الخط الخلفي، يحاول وتصويبه بقوه، وتصويبه. بقول لحضراتكم المباراه شكل تاني، موضوع تاني خالص. الشوط الثاني يتقدم نادي الزمالك 23-22. اول تقدم لنادي الزمالك في الشوط الثاني. طه، عبد الوارث يلعب لطه مرة تانية، ابو العطا، عبد الوارث يلعب كرة حلوة، لكن بيقولوا لامس خط ال6 متر. علاء حسن بيقولوا لامس خط ال6 متر، قطع من جوه ال6 متر. مظبوط، قرار سليم. الاعاده افاده، جايبها لنا اهو محمد عبد العظيم في الاعاده، افاده، مفيش كلام. 23-22. يحاول يمر، لكن رميه حره. كريم كصانع العاب يلعب لاحمد الاحمر، دونجل، الاحمر عايز يصوب ويصوب، اوه، وعلي علي 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 جراند كار،
بينزل كده بيلعب، تشيل الكرة صعبة قوي الكرة دي. ليه بقى؟ بينزل في اخر الزاوية اليمين، بنقول عليها جراند كار كده 180 درجة، يشيل الكرة اهو. في الاعادة عملها اهو الاحمر ونزل حلوة، ريفلكس عالي، سرعة رد فعل رائعة رائعة من علي. تمرير انتقل من نادي الزمالك للنادي الاهلي، يحاول يمر، والتصويبه من عبد الوارث، يتعادل للنادي الاهلي. احمد الاحمر، مصطفى احمد الاحمر يحاول يمر، لكن فاول مهاجم على كريم ايمن. دربكه وسرعه يستفيد منها النادي الاهلي، مفيش كلام مفيش كلام. ادي الكرة بتاعت كريم، وادي دخول بقوة على كريم ايمن. نزل علي حسن، مواليد 96 علي، وتصويبة من الثبات واللي فات من صاحب المهارات الجوكر عبد الوارث. يتقدم للنادي الاهلي كريم ايمن، يحاول يمر، اوه يرد كريم ايمن. السرعه السرعه السرعه، مفيش كلام مفيش كلام. الشوط الثاني شكل ثاني، اداء ثاني، تكتيك ثاني، مهاره ثانيه. التعادل 24 24 24 24. علي حسن، بودي اللي خد دلوقتي الباك اليمين مكان طه، عايز يصوب بودي ويصوب، بيدفع بيه طارق محروس دلوقتي في الباك اليمين، ويتقدم للنادي الاهلي 25 24. ادي الكرة اهو، عملها كويس قوي قوي قوي. بودي بيجي من الباك اليمين يصوب في الإعادة. تمرير في الخط الخلفي، رمية حرة، أجيال وأجيال مرت على كرة اليد، مفيش كلام، وتصويبة بقوة، وعلي يتصدى للكرة. محمد علي حلو قوي، يشيل الكرة كويس قوي، يحافظ على تقدم دونجل. كريم ياخد رمية حرة، سبع دقائق تقريبا على نهاية الشوط الثاني. يلعب الكرة حلوة 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 حلوة، دونجل حلوة، هاشم احلى، رمية جزائية. الحلو بنقول عليه حلو. الاثنين بيعملوا مباراة كبيرة قوي في الشوط الثاني، النادي الاهلي ونادي الزمالك. مفاتيح كتير بتشتغل، حلول كتير موجودة، وبالتالي في اداء، في حماس، والحماس في نهائي كاس مصر. يهوش الاحمر ويحرز الهدف لنادي الزمالك، يتعادل على يمين محمد 25 25. عبد الرحمن في نقص عدد دلوقتي للنادي الاهلي. هنشوف بقى النادي الاهلي هيعمل ايه بالرغم من نقص العدد. احرزوا هدف قبل كده في نقص العدد، واللي احرزه عبد الرحمن. لما لعبها له فايز، يلعب الكرة لبكار، عايز يلعب الكرة مرة تانية لعلي، لكن فاول مهاجم على النادي الاهلي. تتنقل على طول لاحمد الاحمر، لعمر ياسين، لكريم ايمن، بيدور، بيمسك الكرة على ماله، بيطلع عمر ياسين، وقت مستقطع بيطلبه
كابتن ايمن صلاح لنادي الزمالك. هنشوف هيقول ايه قبل ما يخش. تعادل 25-25 ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي. زي ما قلت لحضراتكم اجيال كتير تعاقبت في اكتر من نادي في لعب الكره اليد في مصر. طبعا مفيش كلام. 57 انضمت منطقه بني سويف الاتحاد المصري، عضويه الاتحاد. سنه 1958 انضمت منطقه القاهره والجيزه. 59 انضمت الاسكندريه ووسط الدلتا. زي ما قال لنا كابتن سعيد عبد المنعم انه صعد بالفعل بالامس نادي الزهور ونادي الحوار لبطوله المحترفين الموسم القادم باذن الله بالاحصائيات اللي انفرد بيها كابتن سعيد اللي اداها لنا. يحاول يلعب الكوره، يرجع نقص عددي للنادي الاهلي. حسن يوسف رجع للملعب مره ثانيه. الاحمر عايز يصوب، نقص عددي وتصويبه من احمد الاحمر حلوه. طبعا نقص عدد والحكم رفع سلبي. هو لاعب عنده كتير من المهارات، شاف فين الثغرات، صوب الكوره. طالع محسن بره. الحكم كابتن حسام معتمد بيوقف الملعب لأذان العصر. ادي قدام حضراتكم 22 دقيقة 20 ثانية. 26 الزمالك، 25 الاهلي. باقي تقريبا 7 دقائق وثواني على نهاية الشوط الثاني من بطولة كأس مصر. أول فريق حصل على البطولة كان الجزيرة، بطولة الدوري اللي يمثلوا أحمد مرعي وحسن قاسم وحسين الشافعي وطه الشافعي ومحمد علام ومصطفى حسن وعصام معروف وسليمان محمد وعبد الحميد ومحسن نور. تمرير في الخط الخلفي للنادي الأهلي، يحاول يلعب حلوة على الدايرة لكن عمل تغطية دفاعية هنا. بقى كريم أيمن كويس قوي، قطع الكورة دي في وقت صعب، ياخد رمية حرة. علي يلعب الكرة لعبد الوارث، يسيبها له علي حسن، يصوب علي حسن ويحرز الهدف للنادي الاهلي. بدأ مشواره مع كرة اليد في نادي الشمس، ثم انتقل للنادي الجزيرة، ثم منه الى النادي الاهلي. صح، حصل على هداف بطولة البحر ابيض المتوسط. تمرير، يحاول يعدي، يلعب الكرة لكريم للأحمر، يشوط كرة لكن هنشوف العقوبة ايه. ايقاف دقيقتين في الإعادة. لما يجيبها لنا عبد العظيم هقول لحضراتكم ليه. لو هو كان متعمد انه يروح برجليه وايديه يبقى ايقاف دقيقتين لا كلام، وطبعا الحكم اقرب مفيش كلام. طاقم الدولي اللي حصل على الشارة الدولية من ضمن 8 أطقم حصلوا هم. اهو الكرة اهي في الإعادة، ادي عبد الرحمن يحاول اهو. هنشوف لما تيجي للأحمر، الأحمر يشوط فعلا، تقدم برجليه مظبوط مفيش كلام. نقص عددي. حسن يسري لعب الكرة حلوة قوي، لعب الكرة حلوة، نقص عددي وزيادة عددية تروح في الجناح اليمين لمصطفى ويحرز الهدف.
ادي الكره في الاعاده اهو، فتح لنفسه، حاول علي هنا محمد علي لكن خبطت فيه ودخلت. حاول عليها بودي ياخد رميه حره، رجع كريم هنداوي، رجع كريم هنداوي لحراسه المرمى الاخطبوط. هنشوف بقى يرجع تاني فايز، تقاطع علي يلعب الكره من ورا البودي، بودي يسيب الكره لكن ما يستلمهاش. هجوم خاطف لنادي الزمالك، واحمد الاحمر ياخد رميه جزائيه. احمد الاحمر بياخد رميه جزائيه، رميه جزائيه. هنشوف بقى اهو احمد الاحمر داخل معاه جوه ال6 متر. سيد محمد السيد ادي حسام معتمد، في ايقاف دقيقتين هياخده. الحكم موقف الملعب، في ايقاف دقيقتين لعبد الوارث. في الكره اللي فاتت عبد الوارث خد ايقاف دقيقتين. في ايقاف دقيقتين. الاحمر للرميه الجزائيه وسيد ويحرز الهدف. احمد الاحمر كرة عملها كويس قوي احمد الاحمر، يتقدم لنادي الزمالك. هنا بقى هنشوف نقص عددي للنادي الاهلي، 28-26 لصالح نادي الزمالك. هنشوف قرار الحكم، هنشوف قرار الحكم. ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين لعمر ياسين. بقى هنا الزمالك هينقصوا عمر ياسين، الاهلي هيكتمل الاثنين اللاعبين قبل عمر ياسين. ليه؟ لان هو خد بعديهم، لكن هو يلعب 5-5 دلوقتي، اكتمل لاعب من الاثنين، ما بقاش في زياده عدديه. ينزل محمد ابراهيم على الدايره، علي حسن كصانع العاب، بودي يحاول يمر، يرجع لعلي، لبودي، عايز يتقاطع خط خلفي ويلعب الكره لكن ياخد رميه حره. رميه حره، تمرير وتتقطع الكره، يحاول عليها عبد الرحمن لكن يمسكها كريم ايمن وترجع نادي الزمالك. احمد الاحمر بيمسك الكوره، بياخد تعليمات ايمن صلاح بيقول له امسك الملعب. يقدر يعدي الاحمر، كان فيه تغيير لكن ياخد رميه حره. دونجول يلعب للاحمر، حسن يسري يرجع بالكره مره ثانيه لاحمد الاحمر. تقدم لنادي الزمالك، يحاول يعدي لكن ياخد معاه رميه حره. اعتراض من محمد ابراهيم. اكتمل النادي الاهلي، نزل عبد الرحمن خلاص، اكتمل النادي الاهلي. يلعب على طول مصطفى ليسري اللي يلعب الكره لمحسن، ويخترق محسن من الجناح الشمال ويحرز التقدم 29-26. لعب الكره على الدايره والاخطبوط، قلت لحضراتكم بيشيل كره مهمه قوي. عايز تشوط ابعد على الاخطبوط.
شالها كويس قوي كريم هنداوي، بدأ مشواره مع نادي الشمس ثم انتقل الى النادي الاهلي ثم منه الى نادي الزمالك ثم رجع مرة تانية النادي الاهلي، وهذا الموسم مع نادي الزمالك. حصل على افضل حارس مرمى في بطولة العالم للشباب في القاهرة في 2010 29-26. أجيال وأجيال تعاقبت في كرة اليد. نادي الزمالك هاشم هيكتمل بعد ثواني. نادي الزمالك يلعب الكرة لدونجل، تقاطع، يلعب مرة تانية لدونجل، عايز يعدي دونجل، فاول مهاجم على دونجل. مظبوط مظبوط، فاول مهاجم. تتنقل على طول لعلي، تروح يلعب الكرة حلوة لعبد الرحمن لكن ما ياخدش رمية جزائية. علاء حسن بيوقف الملعب. عبد الوارث يلعب الكرة لعلي حسن لبودي، حلوة وخارج الملعب. ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين لعمر ياسين. كده مش هينزل مرة تانية، كده تالت مرة. الزمالك هيلعب إلى نهاية اللقاء ينقصه لاعب لأنه خلاص الوقت المتبقي ما يرجعوش للملعب. الحكم بيوقف الملعب بيقول هنشوف. كابتن جمال مرغني بيقول مش وقت مستقطع. ادي كابتن علاء. تايم اوت، هو المفروض كان في تايم اوت طبعا لكن بيقول له خلاص الكرة اتنقلت فترجع للنادي الاهلي. كرة النادي الاهلي، علي على الدايره لعبد الرحمن اللي عايز يلف لكن يعمل كويس قوي تغطيه معاه هاشم. تروح الكرة في الجناح، الحكم يوقف الملعب. في ايقاف دقيقتين لاحمد لحم، ايقاف دقيقتين. كده نادي الزمالك هيلعب 4 لاعبين. النتيجه فرق 3 اهداف لصالح نادي الزمالك لانه قطع الكرة برجله احمد الاحمر. تتنقل على طول عبد الوارث لعلي، يلعب الكرة لفايز وياخد رمية جزائية ويوقف الوقت. كابتن حسام معتمد خد رمية جزائية فايز للنادي الاهلي. المباراة اخر 3-4 دقايق فيها كده ايه شحن وجذب طبعا ما بين الفرقتين. نادي الزمالك عنده مباراة مع الترجي ان شاء الله، بنتمنى له التوفيق.
النادي الاهلي. رميه جزائيه، عبد الرحمن يصوب ويحرز الهدف. 29-27. الحكم يوقف في الملعب، خلاص وقف في الملعب، يرجع نقل على طول. مصطفى وقت مستقطع بيطلبه كابتن ايمن صلاح. ايمن صلاح بيطلب وقت مستقطع النهارده. ان شاء الله هيبقى فيه الساعه 6 مساء مباراه قبل النهائي كاس مصر للكره الطايره. – 29-27. ان شاء الله بنتمنى لمنتخب مصر باذن الله في اولمبياد ريو دي جانيرو. الاتحاد المصري لكرة اليد باذن الله الحصول على المراكز المتقدمه والمنافسه بقوه على ريو دي جانيرو ان شاء الله باذن الله. هنشوف بقى هيعمل ايه هنشوف هيعمل ايه. هنشوف دفاع متقدم من النادي الاهلي في وقت صعب وحساس للنادي الاهلي، فرق هدفين. كريم هنداوي يطلع من المرمى، يلعب الكوره لهاشم. يا كريم هنداوي بيصنع هدف. شوف الخبره بتعمل ايه. تلاتين 27 ايقاف دقيقتين لمحمد علي. اهو بص الكره بتاعت كريم هنداوي تحول الى مركز اللاعب، يلعب الكوره ادي هاشم. يا في وقت قاتل، لعبه غير متوقعه بالمره. 30-27 جابها لنا مخرجنا محمد عبد العظيم، مجهود كبير لفريق العمل. مخرجنا محمد عبد العظيم ومساعده محمد الحلواني ومراسلنا خالد الكردي والمعد مايكل مجدي، رئيس التحرير وليد عبد السلام. هنشوف بقى المتبقي هنا. المفروض ينزل سيد، النهارده باذن الله هيبقى في مباراه الاهلي والزمالك في نصف نهائي كاس مصر للكره الطايره الساعه 6 مساء مع الكابتن شوبير وضيوفه الكابتن ماجد مصطفى والكابتن هاني عبد الحميد. 30 الزمالك، 27 الاهلي. بيقترب الزمالك من الحصول على كاس مصر. سبحان مغير الاحوال من سيطره واجاده للنادي الاهلي في الشوط الاول لاجاده لنادي الزمالك في الشوط الثاني. ادي كاس مصر. ثلاثين الزمالك، 27 الاهلي. انديه كبيره، الجزيره، الاولمبي، واسماء كبيره شاركته التوفيقيه، رحمه الله عليه الطيار عبد الرحمن.
رحمي ادي واقع على الارض، ان شاء الله يقوم سليم. ان شاء الله يقوم سليم. لاعب نادي الزمالك محمد ممدوح هاشم هو اللي واقع. باقي نص دقيقة، باقي نص دقيقة بالتمام والكمال. باقي نص دقيقة. طبعا الجون اللي احرزه نادي الزمالك صعب مأمورية النادي الاهلي. حسن مصطفى 30 الزمالك 27 الاهلي. نص دقيقة تقريبا، ودي تصويبة من علي خارج المرمى تروح، لكن رمي الجانب. 30 الزمالك 27 الاهلي. بنلعب في اخر ثواني. علي بنبارك طبعا لنادي الزمالك، يعني طبعا اللعيبة وقفت خلاص بهدوء. بنقول مبروك للابيض، بنقول مبروك لنادي الزمالك بحصوله على بطولة كأس مصر بنتيجة 30-28. هارد لك للنادي الاهلي. مباراة كانت كبيرة، امتعونا الفرقتين الاهلي والزمالك، والزمالك والاهلي، ولكن في الاخر لابد ان يكون فائز ببطولة الكاس. عموما بنقول مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي في مباراة كانت قوية ومثيرة. ونطير سريعا الى الاستوديو التحليلي، ولكن هنا الفرحة جميلة، هنا الفرحة جميلة، مفيش كلام مفيش كلام. نادي الزمالك يرجع مرة تانية لمنصة تتويج الكاس بعد غياب 2 موسم، الموسم الماضي والموسم قبل الماضي. بياخد البطولة من النادي الاهلي، الوصيف في البطولة الماضية. بنقول مبروك لكابتن ايمن صلاح وجهازه الفني كابتن حمادة الروبي، مبروك. وبنقول هارد لك لنادي الاهلي كابتن طارق محروس وكابتن محمد عادل. ان شاء الله بنتمنى لكرة اليد المصرية وممثلة نادي الزمالك في مباراة السوبر ان شاء الله امام الترجي التوفيق، لان المباراة دي هتؤهله لكأس العالم للأندية. عموما بشكركم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة صدى البلد، ونطير سريعا الى الكابتن احمد شوبير وضيوفه الكرام الكابتن خالد العوضي والكابتن احمد العطار للتحليل على الشوط الثاني واهم 7 دقائق تموا في الشوط الثاني وبداية الشوط الثاني. عموما بنروح لكابتن احمد شوبير. الف مبروك نادي الزمالك فوزه بنهائي كاس مصر كره اليد. ما لحقناش انا وانت يا عوضي دايما الشوط الاولاني. بقول لك يا عوضي ننقل الشوط الاول وما نكملش الشوط الثاني بعد كده. يعني نقول للناس عطار انه المباراه اليد ما بين الاهلي والزمالك هي شوط واحد وخلاص، وبعدين نقول الارسال اتقطع لاي ظروف غير عاديه. انا طبعا بضحك يا جماعه. بنبارك طبعا نادي الزمالك الفوز الرابع هذا الموسم على النادي الاهلي، مباراتين في الدوري ومباراه في افريقيا، واليوم في نهائي كاس مصر. معلش انا جاي لي، انا متاسف يا كابتن احمد، طبيعي ان انا ابارك وادي كاس مصر وادي الزمالك بيستعد للتتويج على اللقب، على اللقب يعني تعب فيه كتير ويستحقه عن جداره استحقاق. لكن هسالك انت يا كابتن خالد، جاي لي